لا صار لي سنه ما شايفتش، انا ما ملتقين وجه لوجه. صحيح. فيعني هذا اللوك الجديد بصراحه اسعدني جدا، حبيبتي فرحني جدا. وشلون بديتي تشتغلين على هذا الموضوع؟ اكل، قللتي رياضه، شنو الموضوع؟ شوفي، هو اكو جوابين لهذا الموضوع. هذا السؤال مو بس مني، يعني اكيد من الناس كلهم، نعم. انه شافوا اللوك وشافوا نزول الوزن. فالسؤال هو له جوابين. الجواب الاول لغيت العشاء والمعجنات، هذا جواب الكذب. هذا الكذب. الصدق انه سويت قص معده ونزل وزني، صار عندي اوفر ويت قبل سنتين. تعرفين يعني فتره همينه شويه صار عندي وعكه صحيه، صار عندي قرحه نازفه لمده 8 اشهر. ما قدرت يعني شويه اتغلب عليها بالعلاجات، لان اكثر من طبيب وكل طبيب له اقتراحاته الخاصه واجتهاداته الخاصه. سويت ناظور وكذا. المهم خلاص وصلنا الى قص المعده، خلصنا من القرحه ونزلنا وزن. شلون قررتي تاخذين هذا؟ يعني شلون اخذتي هذا القرار وحدك ولا استشاريتي احد؟ والله لا، تقدرين تقولين واحدة من صديقاتي كانت مسويتها قبلي، هي هم بسنتين، وهي واقاربهم وكذا، وعندي علاقه بها عائليه وقويه. فراقبت الوضع شنو اللي صاير، وحسيتها تفيدني. طبعا الطبيب ما يقرر لاي واحد انه يوافق يسوي له قص اعتقد معدة. هو قص المعده يسوي بس الاوزان العاليه جدا. انت ما كنتي تمتلكين هذا الوزن اللي يستحق. انا صار عندي زياده بالوزن بوقت. صار زياده بالوزن، بس مو لحد انه مثلا تاخذين قرار تسوين هذه الخطوه. اخذت القرار ورحت للطبيب واستشارته انه هل من الممكن انه مسموح لي بقص المعده لو لا. وحكيت له بعض التفاصيل. طبعا اكو عامل وراثي. فقط وقت التصوير والله تعرفين انت يعني ما تاخذين راحتك، ما تحبين تظهرين يعني امام الناس، ما تاخذين راحتك ولا ما تاخذين راحتك؟ انت مع انه مثلا انا بالسفر تعرفين، وانت همينه نفس الشيء طبعا. بالسفر تروحين تحبين مطعم هندي ومطعم تسوين كل الاجواء اللي محرومه من عندها ببغداد. يعني انت مع انه النجم او الفنان ما يطلع باماكن عامه انه لازم يشوف الجمهور مع هذه الخطوه، ولا هذه مو مع هذه طبيعي انه يطلع الفنان